لو بتحب ريحة المخبوزات البلدي وطعم زمان استني كده. النهاردة هعمل لكم قراقيش هشة وطرية من جوه ومقرمشة من بره، وهعملها بطريقتين، السادة وبالعجوة. وصفة سهلة ومضمونة وهتخليكي تعمليها على طول. معايا كيلو دقيق، معلقتين سمنة، معلقتين لبن نيدو، معلقتين سكر، رشة ملح، كيس فانيليا، وكيس بيكنج باودر. هنا بقى معلقة سكر معلقة كبيرة خميرة مع كوباية ونص لبن دافي، مية دافية سوري. هنقلبهم ونسيبهم على جنب يخمروا على ما نخلص العجينة. هنقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعض. متأكدة ان الطريقة دي هتعجبكم والله، انا دقتها جميلة جدا. هنا معانا كوباية سمنة وكوباية زيت. كده هتبقى المخبوزات هتبقى ولا هي ناشفة قوي ولا هي طرية، كده هتبقى مظبوطة. عايزاها ناشفة جدا يبقى كله هيبقى زيت، عايزاها طرية يبقى كله هيبقى سمنة. انا هنا عملت النص. هنا طبعا هنا بقى السر ان احنا لازم هنبس العجينة كويس بالمادة الدهنية، ده السر هنا بقى. بعد كده ما نخلص خالص هنضيف بقى الخميرة والسكر والمية، وهنلم المكونات كده ونعجنها. بصوا يا جماعة، بصراحة عجينة وهمية جميلة، ملبن كده في ايدك، طرية وهشة، هتعجبكم قوي بصراحة. هنسيبها هنسيبها ترتاح شوية، نص ساعة كده. بعد كده هنجيب بقى العجوة، نحط عليها معلقة سمنة ومعلقتين سمسم ونعجنهم كويس. لو مفيش سمنة ممكن زبدة عادي، الزبدة بتطريها برضو. تمام. بعد كده بقى هنجيب العجينة هنفردها، وعشان تبقى مورقة بعد ما تفرديها كده تتنيها التانية دي، وبعد كده تفرديها من تاني. دي بتخلي العجينة من جوه مورقة كده مش مكتومة. هنحط العجوة ونقفل بقى تاني ونقطعها. طبعا بقى لما بنحطها في الصينية بنسيبها برضو تخمر شوية، يعني نص ساعة كده